اصلا بيبقى صعب قوي، وبتفتحيها نصين وبعد كده تعمليها بقى كده. انا بقطعها لكم بالساطور. القلقاس ده مجرد ما بيتقطع وبيتحط في الفريزر وانتي بتعمليه كانك بتعملي كوبايه شاي بالظبط. اسهل اكله في التاريخ طالما حاجتها جاهزه ومتظبطه ومحطوطه في الفريزر. اهو شايفين سهله ازاي مجرد ما بتتقطع نصين. كده خلصت مهمه الساطور، تدخل بقى مهمه السكينه الرفيعه. هنضف بس القش. طبعا بشيل حته حلوه كده عشان ما تبقاش مجلده، يعني ما تاخديهاش على الحرف قوي، اهو خدي منها حته من جوه كده. طبعا هوريك النهارده طريقه غسله وكل حركاته بحيث ايه تاخديه تحطيه في الفريزر تطلعيه من الفريزر على الحل على طول. شايفين؟ طبعا الناس اللي بتحب القلقاس تكتب لنا في الكومنتات ان هي بتحب القلقاس. بقطعه مربعات كده، يعني ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، تبقى ظريفه كده، لان هو طالما نوع القلقاس حلو ما بياخدش غلوتين على النار وبيبقى زبده. لما بتعملي الحاجه كده وتحطيها في الفريزر صدقيني بتبقى اسهل لك بكتير من لما نقعد بقى كل طبخه نقعد نجيب وننضف ونعمل، واحنا ما شاء الله بنعمل اكل كل يوم يعني. فلو تعبتي نفسك شويه يوم في الاسبوع ولا حاجه بقيت الاسبوع كله بتبقي مرتاحه، خصوصا للناس اللي بتشتغل. انت طالعه بره تعملي ايه؟ طالعه بره تعملي ايه؟ بصوا قطعناه مكعبات. تمام، هنعمل ايه بقى؟ في ناس ما بتحبش تغسله وتقعد تنشف بكذا فوطه ومش عارفه ايه، وفي الاخر تيجي تحطيه في الميه تلاقي كل الجيلاتينه بتاعته نزلت في الميه وبقى مش حلو. انت بقى اسهل طريقه لغسل القلقاس اهي، تعصري ليمونه ماشي كده، تحطي شويه رده، دي رده اللي هي بتتحط تحت العيش، تمام، تحط تحت الدقيق، تفضلي بقى تفركي فيه كده شويه. شايفين؟ بصوا اهي، شايفين بقت، شايفين نضيفه ازاي؟ الرده والليمون بيخليها لو فيها اي حاجه بتتشيل. طبعا هتتغسل كده مرتين وخلاص كده. بصوا مره واحده بس الغسل، بصوا ما فيهوش اي حاجه خالص ازاي، انا لسه بغسله يعني. الليمون بصوا حبايبي مفيش اي حاجه خالص. غسيل القلقاس ليمون رده ميه ساقعه، اوعي تحطي ميه سخنه، اوعي. لو حطيتي ميه سخنه خلاص كده ارميه بقى، هتفضلي قاعده 20 ساعه على ما تنضفيه. لكن هو اهو نضف، شايفين زي الفل ازاي. نحطه في مصفى دقيقه واحده بس في المصفى، وبعد كده تحطيه في كيس ويتحط في الفريزر كده تبقى الدنيا زي الفل. السبانخ طبعا بننضف الورق من اي حاجه فيه.
طبعا هقول لك برضو كل تكات السبانخ وحركاتها وكله. بصوا حاطين رجل في قلب السبانخ. او اي ورقه صفراء، اي ورقه مش اكلها مش عاجبك يعني شيليها. بس كده احنا طبعا انا قلت لكم ما ترموش الحاجات دي وخلوها على جنب هنا. ليه بقى؟ اهي طريقه تنظيفها اهي. ماشي. اوعي ترمي الراس بتاعه السبانخ، اوعي. دي السكر بتاع السبانخ كله. بتجرديها كده عشان لو فيها اي حاجه تنضف اهي. طبعا بعد ساعات بتبقى جايه ما فيهاش الراس دي، فبتبقى مش حلوه. لكن عارفه ما شاء الله المره دي عشان هي لسه كمان طالعه في اول الموسم بتاعها، فطالعه بخيرها يعني. تنظيفها سهل وتحفه بصراحه. حتى لو مش موجوده يعني خدي منها الحته الصغيره اللي بتبقى موجوده، لكن ما شاء الله المره دي معانا بوفره يعني. شايفين نادرا ما بتيجي اهي. قطعتها في المكان اللي احنا هنمسك فيه. السبانخ اهي بعد ما ظبطناها بص التقطيعه دي بتبقى حلوه قوي في السبانخ يعني، بتبقى ظريفه يعني، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. كده بقى هنغسلها اهي. شايفين بحطها في طبق كبير واغسلها. السبانخ على قد ما سعادتك فيكي صحه اغسلي يعني 10 15 مره براحتك عليها. انعيها واغسليها. ليه؟ لان السبانخ بتحب التراب، لو ما غسلتيهاش كويس هتلاقيها كلها بتقرقش وانت بتاكليها. طبعا هنقعد نغسل ونصفي نغسل ونصفي لحد ما تبقى زي الفل. تمام. ادي الخضره كمان اهي، شبت وقدونس كزبره. في ناس بتحط الخضره بعد ما بتحط السبانخ بشويه، بس هي اصلا السبانخ ما بتاخدش دقيقتين يعني، 10 دقايق كتير بتلاقيها بقت تحفه. فانا بحب احط كل حاجتها مع بعضيها واغسلها كلها مره واحده. بس وانا النهارده معانا كذا طبخه يعني، معانا كذا حاجه هنفرزنها، فمش هنحط كل هنحط بس شويه خضره هنا، وبقيه الخضره هنحطها هنا. طبعا كده خلاص اهي اتغسلت بخضرتها بحاجتها يعني، هي كده جاهزه على الخضار على طول، على العميل على الحله. طبعا السبانخ هي بتبقى باينه كميه كبيره، بس انتي يعني انا الكميه اللي عملتها دي قسمتها على كيسين بس، لان مجرد ما تتحط في الحله بتبقى شويه صغيرين، عشان كده مش هينفع فيها الكيس اللي بتاعت المطبخ الصغير دي، عايزه اكياس كبيره.